الله وبركاته. حبايبي وحبايب ابو السيع، اهلنا في حي النصر، اليوم جايين لكم في اول حلقة في حينا حي النصر. معانا اليوم 10 جوائز، 10 جوائز ل10 رابحين معنا اليوم. جائزة مقدمة من محلات حميد للصرافة، وجائزة مقدمة من تحلاية كافيه نابلسية على الفحم، وثلاث جوائز، وجائزة مقدمة من مطعم معاذ 2 وجبة سوري، وجائزة مقدمة من جولدن باور 3 شهور مقدمة من جولدن باور مجانا 4 أمبير. يلا نشوف مين صاحب النصيب. تعال خميس تعال نشوف خميس. خلينا نلعب. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. قديش عمرك يا خميس؟ 26. متجوز؟ لا، عزابة. عزابي؟ تشتغل قاعد؟ لا والله بشتغل الحمد لله. وين بتشتغل؟ قرب شوي بس شوي. عتالة؟ كيف شايف الدنيا؟ وين رايحة الدنيا؟ كيف بتقضي يومك؟ الوضع بده ردع. الوضع بده ردع. طب اسألك سؤال هيك على الماشي، بقول لك لو الحرام صار حلال، ايش اول شغلة بتعملها؟ بقتل. تقتل؟ خبط لزق هيك بتقتل؟ بإذن مين بدك تقتل؟ اللي بالحارة كلها. شغلة حابب تحكي، شغلة توصل رسالة لحدا خلال والله الوضع هذا مش مسموح يا اخو. هذا الوضع، البلد حرام نضلنا عايشين، احنا ميتين في البلد هذا. طب اذا حرام نضلنا عايشين هيك. طب اذا حكيت لنا نكتة حلوة من نربحك 20 شيكل، كيف انا معك؟ بس نضحك يعني. طيب بقول لك عريس اتجوز عروسة، خلفوا واحد للعريس لليوم بطلعوا فيه. طيب ماشي. طيب يا سيدي، نشكرك وربحت معنا 20 شيكل مقدمة من حميد للصرافة. جائزة مقدمة من حميد للصرافة 20 شيكل حبيب قلبي. السلام عليكم. يعطيك العافية أبو. أخبارك؟ وين يا محمد؟ تعال نشوف الصبي هذا. نتعرف عليك. محمد ابو حمرة. محمد ابو حمرة، والله يا علم محمد ابو حمرة للامانه. منور يا. كيف شايف الدنيا؟ كيف الوضع؟ كيف الاجواء؟ كيف الشغل؟ بتشتغل؟ والله كنت اشتغل مندوب مبيعات. متجوز؟ خاطب؟ لا والله يا خال، عزابي لسه. طيب سؤال سريعا. لو الحرام صار حلال، ايش اول شغله بتعملها؟ احنا قبلنا قبل شوي واحد حكى انه بده يقتل. لا يا خال، انا بدي اعمل اكبر سرقة بنك في غزة. والله بتفهم. هجيب نظام 3 انفار، هتفق معهم على نظام الخطة يا خال. بعد ما اخلص واسرق نظام البنك، كل غزة بدي اطلع منها، بديش ارجع على دين البلاد كلها. طب لو حكيت لنا نكته بدنا نربحك 20 شيكل، بس بشرط نضحك، واذا ما ضحكناش بدنا نربحك 40. والله انا بيني وبينك يا خال عليها الطلاق من راسي، ما بعرف في نظام النكت. لا احكي لك نكته. والله Help me! مبروك، ربحت معنا 20 شيكل رغم انه ما ضحكناش. ربحت معنا 20 شيكل، الف مبارك، وكل الحب والاحترام لك، وان شاء الله بنشوفك في اعلى المنازل. كلمه بدك توجهها الان من خلال الاعلام؟ اي رساله؟ شيء؟ والله انت ابو الزيق، من ناحيتي انا بالنسبه الي انا شايف فيك انك هتطلع فيها باذن الله، وربنا هيوفقك لانك انت بتستحق. Wow! خير، احنا ربحنا 2 كانوا معنا فائزين، حظهم ربحوا معنا جائزة نقدية مقدمة من شركة حميد للصرافة، والآن بدنا نربح كمان واحد من الحارة ونكمل طريقنا على الشارع بإذن الله.
حالك؟ ايش اخبارك؟ كيف حالك؟ الله يخلي لك يا رب. كيف حالك؟ ايش اسمه الواد الزغنون هذا؟ اياد. اياد، اللهم صل على سيد محمد. والله شبهك صلاة النبي. طمنا عنك، كيف امورك؟ ان شاء الله تمام. الله يخليك. الحمد لله. شغال ولا قاعد الايام ولا كيف الدنيا؟ قاعدين في الشغل. كيف الدنيا شايفها؟ كيكسر. طب في امكانيه نسالك سؤال بس هيك؟ بس ما يكونش محرج. لا مش محرج ان شاء الله. سؤال بقول لك، لو الحرام صار حلال ايش اول شغله بتعملها؟ بدي اسرق البلد كلها. صلى على النبي. اذا حكيت لنا نكته وضحكتنا زي ما الشباب ضحكونا هنربحك جائزه نقديه ان شاء الله. بعرفش احكي نكت. اي حاجه خلينا. بعرفش احكي نكت والله. طب نسالك سؤال. هذه من الجمهور. حبيبي 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 بسم الله عليك. 20 شيكل مقدمه من صالون عبود صالون، مقدمه لاهالي حي النصر. شكرا جزيلا عبود حبيب قلبي. صل على النبي. بدك تحكي لنا نكته والله اي حاجه. اياد بحكي لك نكت. احكي لنا نكته اياد. احكي نكته. احكي يا بغنى اجنبي. الله، سقفوا له يا شباب، سقفوا له سقفوا له. مبروك اياد، ربحت معنا جائزه نقديه مقدمه من حميد للصرافه، والف الف الف مبروك معنا. تفضل. خذ يا ابو. يعطيك العافيه يما. ايش اخبارك؟ كيف صحتك؟ يرضى عليك يخليك. الله يعطيك الصحه يا رب. يا رب الله يسلمك. منوره والله. والله موجودة زي الورده والله. نور عليك. الله يا رب. يحفظك يا رب. يحفظك ويطول عمرك يا رب. حابين بس نسالك سؤال هيك ونربحك معنا جائزه مقدمه من تحلايه كافيه. ايش بتقولي للشعب الغزي بشكل عام؟ شو بتوجه رساله انت؟ وجه الصبر والثبات، وان شاء الله ربنا هيك قد من عنده الكريم يغير الحال باحسن حال يا رب. وان شاء الله هيك الصمود اهم من شيء يعني. الحمد لله صامدين يعني وثابتين كيف الثقافه العامه عندك؟ اول من اسلم من النساء؟ خديجة. متاكده من الاجابه؟ مبروك، ربحتي معنا جائزه مقدمه من تحلايه كافيه. تاكلوا النابلسيه انت يا حجه؟ نابلسيه على الفحم. مين وين ولا بدي له اياها؟ تعال تعرف عليك. بدر الدين مقداد، كرم مقداد. اهلا وسهلا بدر. قديش عمرك يا بدر؟ 15 سنة. متجوز؟ كيف الثقافة عندك؟ كويس. سألنا ستك، سألناها أول من أسلم من النساء حكت خديجة. أول من أسلم من الرجال؟ عبد الله بن أبي محاقب، بكر الصديق. ممتاز، ربحت معانا وجبة مقدمة من تحلاية كافيه. كيف أنت والنابلسية؟ نابلسية على الفحم. جائزة مقدمة من تحلاية كافيه. بدك توجه رسالة إيش من خلال الإعلام؟ بدك تحكي كلمة حاجة؟ أحلى شباب حي النصر الشارع. حياك الله. الله يحييك ابو السيد. حياك الله وشكرا جزيلا لكم وربنا يعطيك طولة العمر وشكرا جزيلا يا حجة. حياك الله. السلام عليكم. ورجعنا لكم من جديد في جوائز حي النصر ونشوف ممكن يعطيك العافية يا اختي. الله يعافيك. الله يعطيك الصحة. الله يخليك. شو اخبارك؟ كيف الحياة؟ كيف اولادك والعيشة؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. احنا من صفحة حي النصر وقناة ابو السيع حابين نقدم يعني اللي بنقدر عليه لهذا الحي، او في معانا جائزة راح نقدم لك اياها نقدية. كم ولد عندك انت؟ الله يخليك. عندي 5 بنات و4 اولاد. طيب كيف انتوا الثقافة بشكل عام؟ تمام. اول من اسلم من النساء؟ خديجة. مين؟ خديجة. متأكدة؟ طيب انت ربحتي معانا جائزة مقدمة من شركة حميد للصرافة. الله يخلينا شركة حميد وقبل كل الشركات يا رب. شو بتقدمي رسالة من خلال الإعلام لأهلنا في قطاع غزة؟ والله اسمع، احنا أهل غزة شعب طيب وكويس، بس الوضع المأساوي هو اللي بيعيشوه مش أكتر، وشعب طيب وبحب بعض وبيساعد بعض، بس الوضع المأساوي اللي احنا بنعيشه هو اللي بيضغط على نفسيتنا ضغط مش طبيعي.
يعطيك العافيه، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ تمام، الله يمسيك بالخير. الله يسعد مساك ويسعد مسا المشاهدين ويسعد مسا كل المواطنين في قطاع غزه وفي فلسطين. الله يعطيك الف عافيه. سريعا سريعا عشان احنا ما نطولش عليك. بدنا نسألك يعني سؤال وجاوبنا عليه وإن شاء الله بتربح معانا جائزة مقدمة من تحلاية كافيه نابلسية على الفحم. بقول لك لو الحرام صار حلال إيش أول شغلة بتعملها؟ لو الحرام صار حلال. لو الحرام بتجوز 100 واحد. يا وردي عليك، مبروك عليك جائزة مقدمة من تحلاية يا وردي. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف حالك؟ ايش حبيبنا اخبارك؟ كيف صحتك؟ الله يسعدك. نتعرف عليك. كرم نجم. علي صوتك. كرم نجم. اهلا وسهلا كرم. ايش عمرك يا كرم؟ 32. متجوز خاطب؟ الحمد لله متجوز، عندي ولد. صلاة النبي. ايش اسم ابنك؟ بكر. ابو بكر يعني. والله سلامات ابو بكر. نتعرف عليك. محمد القنم البرنس. اهلا وسهلا يا برنس. قديش عمرك يا برنس؟ يا سيدي الناس 37 سنة. 37. ابو بكر بدنا نسألك سؤال. تفضل يا سيدي. امرني. بقول لك لو الحرام صار حلال ملحق. ايش اول شغله بتعملها؟ اول شغله انا بجاوب عنها. انا بجاوب. اقسم بالله علي الطلاق من مرتي ما اخلي ولا بني ادم الا سر. وانت؟ انا مش هخلي حاجه طبعا. ولا حاجه هخلي. مش هخلي. انت نركب هذا نجيب واخذه. ابعد الله. طب صل على النبي. اذا ضحكتنا حنربحك جائزة مقدمة من شركة حميد للصرافة. ال20 اللي ربحت معنا جائزة مقدمة من شركة الصرافة. يستر عرضك يا زلمه، يستر عرضك. ايش بتوجه رسالة لشركة حميد للصرافة؟ احلى شركة، احلى شركة عمرنا حميد وبس. حميد وكله بعديه شك. منهم النصب ولا الكذب ولا الخيانة. حميد هذه الشركة عالمية. حميد تحية لحميد وسقف لحميد. الله اكبر. الله اكبر. حبايبنا حميد. الله يخلف عليك يا حميد. ورجعنا لكم من جديد. تعال يا عم، تعال ربحك، تعال مالك خجلان. نتعرف عليك يا عم. اسامه القرم. اهلا وسهلا يا عم اسامه. ابو ايش بيقولوا لك؟ ابو هيثم. اهلين عمو هيثم. عمو هيثم، كيف الدنيا معك؟ كيف شايف؟ الحمد لله كلها ماشي. الحمد لله رب العالمين. بدنا نسألك سؤال. تفضل. سؤال بقول لو الحرام صار حلال ايش اول شغله بتعملها؟ الحرام صار حلال؟ كله تشهير. مالكش على النكت؟ ايه؟ ابو هيثم كل احترام والتقدير، ربحت معنا من تحلاية كافيه جائزه مقدمه من تحلاية كافيه نابلسية على الفحم. الف مبروك. الله يبارك فيك. شو بتحب تحكي من خلال الاعلام لاهلنا في غزه؟ الله يوفقكم ويرزقكم. رساله لحي النصر. ايش حي؟ بحييكم النصر كل الشعب الفلسطيني كله بحييكم كلكم. حياك الله، شكرا جزيلا عم ابو هيثم، يعطيك العافيه. ورجعنا لكم من جديد حبايبي، حبايب ابو السيع، والان في منطقه حي النصر، والان معنا اشرف المزنر. استاذ اشرف يعطيك العافيه. بما انه يعني لكم سنين ومعروفين وجودتكم في الحلويات، والحاج عادل الله يعطيه الصحه، كم سنه لكم في موضوع الحلويات في هذا المجال؟ لقيت 50 سنه بالضبط. 50 سنه يعني نص قرن. 50 سنه. 43 سنه، وابويا من قبلي طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. اخويا الكبير عمره هلقيت 46 سنه، وابويا من قبل هيك ابويا. اللهم صل على سيدنا محمد. جد كان يبيع، يعمل نموره يبيع على باب سوق البسطات، على باب سوق الكل بيعرف من الشمال كله والجنوب. مرزوق اللي كان على باب سوق البسطات برمضان كان يبيع. ايوه. بعدين ابويا وعمي فتحوا شركه في عماره الهندي في الساحه، وصارت الحمد لله. بس انا ملاحظ انت ماخذ ستايل الحاج يعني، وشبهه كتير يعني، وشخصيته والكاريزما الطاغيه تبعته، وعنده شخصيه ما شاء الله يعني، شخصيته حلوه، والزلمه يعني اكابر زي ما بقولوها. الان يعني بما انه لكم 50 سنه يعني في مجال الحلويات، انا دقت كل الانواع عندكم من الزنر. اجود نوع واحسن نوع
من وجهة نظرك في الحلويات؟ النمورة. النمورة. طب اشمعنى النمورة، ولو انه بعتقد انه النابلسية بتكلف اكتر من النمورة ولا العكس؟ النمورة بتكلف، النمورة اطهر شيء بالحلويات كله. يا سلام. بتدخلش فيها ولا سيرج ولا سمنة ولا حاجة، النحلة بتنزل بتاكل منها وبتتم طايرة. على اي نوع حلويات بتنزل النحلة بتموت على المطرح. النابلسية فيها سمنة، فيها دهون، الكنافة فيها سمنة، الاساور فيها سمنة، كل انواع الحلويات مشتقات الحلويات فيهم سمنة، بس ما عدا النمورة. نمورة ضد السكري كمان. طب سؤال اخير، هذا بعيدا عن النمورة، الله يزيد فضلك. السؤال شوية هيك يعني ضحك وحياك الله. بقول لك لو الحرام صار حلال، أول شغلة بتعملها إيش؟ كيف يعني؟ يعني لو سيدنا ثاني يوم قالوا لنا والله يا عمي الحرام صار حلال فجأة، عمره ما بصير. كيف يعني؟ عمره ما بصير. الجنة ببلاش والنار بمصاري. يا سلام. سألوا كيف؟ قال له بتروح بتسكر بتزني بتسوي بتلعب قمار بكلش بمصاري. مظبوط. بتروح بتوضى وبتصلي بالجامع ببلاش. الله يعطيك العافية يا رب. شكرا جزيلا، وكل الحب والاحترام لعائلة المزنر، وكل الحب والاحترام يا عم ابو احمد يا غالي، كل الحب والاحترام، يعطيك الف عافيه، حياك الله. ورجعنا لكم في اخر جائزه واخر سؤال، وهي طبعا قدمنا جوائز من مطعم معاذ، جائزه مقدمه من مطعم معاذ وجبه سوري، 3 جوائز مقدمه من تحلاية كافيه نابلسية على الفحم، و بس هسي مش مشكله، نابلسية على الفحم. ومعانا جائزة أخيرة مقدمة من معاذ 2 فرع النصر، ونشوف مين صاحب النصيب. هاي صاحب النصيب يعني. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ مشخص منور والله. وجودك يا غالي. نعيما. ينعم عليك. معانا آخر جائزة مقدمة من شاورما معاذ 2 فرع النصر. نتعرف عليك؟ إبراهيم مهدي. علي صوتك شوية. إبراهيم مهدي. أهلا وسهلا إبراهيم. أبو إيش بقولوا لك؟ أبو يزن. أهلين أبو يزن. أبو يزن بدنا نسألك سؤال. تفضل. السؤال بقول لو الحرام صار حلال، إيش أول شغلة بتعملها؟ أول حاجة الحرام ربنا محرمه، قد ما تعمل ما بصيرش حلال. ربنا محرم الشغلات. طب لو يعني كيف بده يصير؟ يعني انت شايف انه ولا يمكن بيصير؟ ولا يمكن، لانه ربنا قال هذا حرام. الله عليك. اي حد في الكون قد ما يفتي بضله حرام. بدنا نسأل كمان سؤال، ولو جاوبنا على هذا السؤال راح تربح معنا وجبة مقدمة شاورما معاذ 2 فرع النصر. السؤال بيقول أول من أسلم من النساء؟ خديجة. ستنا خديجة، متأكد؟ صحيح. طيب يا سيدي، انت ربحت معنا جائزة مقدمة من مطعم معاذ 2 فرع النصر. وكلمة أخيرة لحي النصر. حي النصر أنا بشتغل فيه حوالي 5-6 سنوات، جماعة طيبين، أحلى شباب في حي النصر. أنا من سكان الشيخ رضوان، وبحيي كل أهل النصر. حياك الله. شكرا جزيلا أبو يزن، وكل الحب والاحترام، ويعطيك ألف عافية. طيب اليوم خلصنا الجوائز الحمد لله، مقدمة من معاذ وتحلاية كافيه وجولدن باور، واليوم جننونا الأولاد صغار، بدنا نحكي معهم نفرحهم شوي ونضحك ونشوف. تعرف عليك، تعال. محمد مطر. لف هيك طلعت. ايش اسمك؟ محمد مطر. قديش عمرك؟ 14. بصف ايش؟ صف 9. انت ريال ولا برشا؟ ريال. ريال؟ ليش ريال؟ خاصية بتلعب صح، انا بشوفه يعني برشلونة بتلعبش صح؟ كيف الريال العب منها دائما. ريال العب. كيف انت يعني قررت انه ريال؟ اتوقع انا الريال العب منها. يعني معها بطولات اكثر من برشلونة؟ طب بتحب المدرسة ولا كيف؟ الله العليم، نص النص. نص. طب في عندك نكتة بدك تحكي لنا اياها؟ انا ايش النكتة؟ مرة حراميين كانوا بده يسرقوا دار. حراميين؟ كانوا بده يسرقوا دار، واحد خاش قال له تحت لو اجت الشرطة كبسة تقول ولعت الشمعة. حقيت راح يسرق ورجع، لو شو قال له اجت كبسة الشرطة قال هابي بيرثداي تو يو. كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الآنام بشوقه، صلوا عليه وآله.
يهدي المحب لربه يدعو لنا من قلبه يشتاقنا في صحبه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله